وهعمل لكم نموذج دلوقتي هوضح لكم فيها أهمية الخطوة اللي الحارس المرمى بيقطعها لقدام. طبعا في زاوية هنا مفتوحة وزاوية هنا مفتوحة. هنتخيل مع بعض إن الكاميرا دي هي عينين اللاعب الخصم، والحارس قطع زي ما انتم شايفين لقدام. كل ما يقطع لقدام كل ما بنفقد الرؤية تماما عن المرمى. زي ما انتم شايفين عمر ما شاء الله قافل الجون كله. الرؤية بتكون بالظبط للاعب وهو داخل على المرمى، بتكون بالشكل ده، بيكون فاقد الرؤية تماما لو الحارس طلع وقطع عليه وقفل عليه بالشكل ده. طب هنخلي عمر يرجع لورا وهنشوف الرؤية هتكون عاملة ازاي للاعب. ده اللي بيحصل بالظبط، كل ما بترجع للخلف كل ما بتفتح رؤية وزاوية للاعب. في زاوية 2 3 4 زاويات مفتوحين للاعب يقدر يسجل فيهم زي ما هو عايز. فمهم جدا انك تاخد الخطوة لقدام وتقطع لقدام عشان تقطع المية والنور على اللاعب ويفقد الرؤية تماما. حبيت ابسط لكم النظرية دي، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. وفيديو لو عجبك ما تنساش